السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلم على الزواج الدل. الزواج الدل اللي الوحده كتاخد واحد القرار خاطئ وكتبني حياتها على وهم كبير سميتو الحب او لا الكفاح. نبدا انا وراجلي من الصفر. بون، انا عندي واحد لانتيغوغاسيون. شنو هو هاد نبداو من الصفر؟ واش الصفر هو انك تبدا مع واحد هو اصلا ما عنده ما ياكل، سكرتي وانتي وياه في عشة وما عندكم ما تاكلوا، تخرجي نتيا مع النبوري باش تجيبي ما تاكلي. واش هذا هو تبداي معاه من الصفر؟ اول حاجه، انا ماشي ضد الفقر، انا ماشي ضد ان واحد الانسانه تختار واحد الشخص على قد الحال وتبدا معاه دقه دقه حتى يكونوا حياتهم. ولكن على الاقل هذا السيد هذا يكون قادر انه يتحمل المسؤوليه ديال الزواج. ابسط حاجه ان هذا السيد يقدر يوفر لك مسكن ومأكل، لا موندغ دو شوز. هاد السيد يوفر لك ما تاكلي. راه ما يمكنش غتاخدي واحد بوفري ما خدام مردام وكتقولي انا غنبني معاه حياه ونبدا معاه من الصفر. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش غادي تبداي نتيا حياتك يلا غتقولي بسم الله يلا غادي تخرجي تضربي الكرفي. شي راجل اللي ما قادش على الزواج ما يتزوجش. عارفه شنو خصك تبداي معاه من الصفر؟ هي انه بعدا يوفر لك واحد السكن فين تسكني، شي واخا يكون غير بيت فوق سطح، شي واخا تكون غير غارسونيير. المهم هاد السيد قادر يخلص هذاك الكرا وقادر يجيب لك قفة تاكلي. انتي لا مرضتي عييتي حملتي ولدتي، المهم بعد هذا الراجل راه غادي يقدر يوكلني وغيقدر يسكنني. ماشي تلقاي راسك بين ليله وضحاها خارجه كتمدي يدك للزناقي ولا كتحطي في الجروب عافاكم عاونوني انا عندي واحد الطربيه وما عنديش باش نشري لي كوش وباش نشري حليب، تتولي سعايه. أصعب حاجة في الحياة هو أنك تكوني معززة مكرمة في داركم وتزوجي تولي مدلولة كتمدي يدك وكطلبي في عباد الله عافاكم عاونوني راه ما عنديش باش نخلص الكرا، راه غادي مول الكرا غادي يلوح لي حوايجي في الزنقة، عافاكم عاونوني راني عندي طربية وقلبي كيتقطع راني ما عنديش باش نشري ليها الحليب. عرفتي اختي شنو غادي يوقع؟ نهار غادي تاخدي واحد ما عنده ما ياكل وما قادرش انه يصرف عليك، غتخرجي تدمري، غتخرجي تخدمي بالليل وبالنهار باش تقدري تاكلي وباش تقدري تخلصي الماء والكرا. وكاينه واحد النسبه كبيره ديال الرجال ملي كيلقاو المراه كابابل بدراعها كيستحلاها كيولي كينعس لك في الدار. وسيري انت خرجي خدمي عليه، كنتي جالسه نتيا هانيه ديال مخك في داركم تا وليتي غادي تخرجي تخدمي على واحد. والطامه الكبرى نهار لاله تحملي وتبغي تجلسي ترتاحي ما غتكديش. علاش ما غتكديش؟ حيت الراجل اللي غتعولي عليه ما كاينش. الراجل عندو الدراع غادي يخرج يدمر عليك ما كاينش. ما عنديش غير نكون نهار الاول بنت الناس انت عارفاني انا على قد الحال. نهار الاول راكي عارفاني ما عنديش. نتيا ملي غتكوني واصلتي مثلا الشهر السابع والثامن والتاسع متقله غتقدي تخرجي تخدمي سواء في الموقف ولا في الديور ولا تقدي تهزي الثقل وتقدي تخملي لعباد الله. حنا نقولوا غير هاد لا بيريود ديال من الشهر السابع تتولدي وخاصك واحد دو او تخوا موا باش تجمعي صحتك. المراه ملي كتولد راه الصحه ديالها راه كتمشي، راه ماشي ساهله. دونك باش يلاه تقدري تستجمعي الصحه ديالك تقدري توقفي على رجليك خاصك واحد شهرين ولا 3 لان داك البيبي حتى هو خاصو حتى هو يجمع صحيحته. ماشي يلاه غتولدي اليوم غتخرجي تخدمي غدا، ما يمكنش. كي غديري هاد الشهورة هادي على الأقل واحد 6 شهور ما بين أنك تقلتي وما بين أنك ولدتي ومقابلة التربية باش غتخلصي الكرا، باش غتاكلي، باش غادي تقدري تجيبي الاحتياجات ديال داك الطفل اللي كوش ديالو. سيبوزون نتي ما فيكش الحليب خاصك تشري ليه نانين ولا خاصك تشري ليه الحليب ديال لا فارماسي. ملي غتجيبي داكشي ديك الساعة اش غتولي تبكي أنا جدرت، أنا جدرت براسي. وهادشي علاش المحاكم عامرة بالقضايا ديال الطلاق، حيت المرا كتصطدم بالواقع كتقولك أنا مزوجة براجل ما قادش عليا، أنا مزوجة براجل ما خدامش، أنا عييت من التمارة وعييت من الجوع وعييت من القهرة وعييت من. فين كان عقلك انت في الاول؟
كان واكل لك دماغك بالكلام المعسول. آه، الزواج اختي ما كيخدموش فيه الناس العاطفة، مع كل احتراماتي الناس كيقولوا حنا غنتزوجوا على حب، لأ، كاينين أمور أهم من الحب في الزواج، نخدم عقلي هو الأول، واش هاد الراجل قاد؟ راه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك اللي قاد يتزوج، يتزوج، اللي قادر يتزوج، يعني اللي قادر أنه يخدم ويفتح بيت ويجيب قفة لمرتو ولولادو، ماشي على اللي أنا الوحدة وأنا بغيت مرا تعمر عليا حياتي، إيوا وسير جيب بنت الناس أنت عذّبها وكرفسها وجوّعها، وراه كاينين شي بنات اللي باغيين غير يتزوجوا، عندها هوس سميتو الزواج، خاصها شي واحد يقول لها أختي بغيت المعقول صافي ما تفكّرش، أييه خويا بغيتيني جي لدارنا، بقات بغيتيني جي لدارنا، اش كاين من بعد هاد جي لدارنا؟ شوف أختي، جالسة في داركم واكلة شاربة ناعسة مرتاحة مع راسك، قال لك راسك نوضي نوضي، قال لك راسك نعسي نعسي، بغيتي تخرجي تخدمي هادوك الفلوس غادي تخرجي عاد تكسبي بيهم، دوري بيهم، على الأقل بعدا راه باك صارف عليك والديك بعدا، راه عندك السكنة عندكم السكنة ديالكم وباك كيصرف عليك، والديك راه كيصرفوا عليك، هادوك الفلوس ديالك اللي كتخدميتي بيهم كيكونوا لارجون دو بوش، بغيتي تعاوني شي حاجة بوالديك على حساب ال المستوى ديالهم، نقولوا كاع باك محتاج لها غتعاونيه شي شوية، ولكن هاديك الأسرة ما غتكونش واقفة عليك، يعني غتكوني نتي حرة ديال راسك، ماشي بحال بعد ما كنتي نتي ناعسة كالأميرة في داركم، تولي خاصك تفيقي مع السروية، علاش؟ حيت عندك ولد ولا جوج خاصهم ياكلوا، إلا ما كلاوش ما غيصبروش، وأنتِ كأم قلبك ما غاديش يرتاح وأنتِ كتشوفي ولادك محرومين. أنا راه ملي كنتكلم معاكم راه ما كنتكلمش من الفراغ، والله العظيم ما كنتكلم من الفراغ، راني شفت حالات بالعشرات، دازوا عندي عيالات سواء عرفتهم كيديروا الميناج بحال هكا في المدارس كيشطبوا في المدارس ولا هكا كيديروا الميناج هكا في الديور ولا كتقول لك أنا كنت في دارنا بخير وعلى خير، عمرني ما تخيلتش نهار غنولي نخدم في الديور مثلًا، واخا أنا راه ما كنقللش بعدا أونتر بارونتيز راه ما كنقللش من الناس اللي كيخدموا في الدار، بالعكس هذيك خدمة شريفة بحالها بحال أي خدمة، بالعكس هادوك عيالات مكافحات كيخرجوا كيعرقوا كينشفوا على الدرهم ديال الحلال وبغاو يعيشوا بالحلال، برافو ليهم. الخدمة ماشي عيب، ولكن كتقول لك هي يعني كتقول لك زعما هي كانت كتظن أنها غادي تزوج وغادي تعيش واحد العيشة في دارها مرتاحة وراجلها ما غيخليها مخصوصة حتى بشي حاجة، حتى في لحظة لقات راسها هي ما قارياش ما عندهاش شواهد، فبالتالي ما غاتقدرش تخدم مثلًا وظيفة ولا تخدم شي حاجة، فالمهم كتولي كتقلب على n'importe quoi. تقدر تخدم مثلًا في مكتبة بيع وشري، تقدر تقابل شي باتيسري، تقدر كي قلت لك كدير الميناج ولا كتقول لك أنا كنخدم مثلًا باليومية. نهار إلا خدمت غنتخلّص ما خدمتش راني ما عنديش كيفاش ندير، ما عنديش باش نعيش، يا إما كتولي عايشة الأمرين، الأمراض والفقصة والصراعات بينها وبين الراجل ليل ونهار والولاد كيكبروا بعقد نفسية، يا إما كتهز راسها وكتمشي كطلّق ما كتبقاش قادرة تصبر، وتا هي نفس المشكل كت ك ك اش ملي أنتِ غتطلّقي الراجل فقنت وأنتِ فقنتِ وبيناتكم واحد الحزازات وبيناتكم واحد الكره وبيناتكم واحد المشاكل والدراري كيشوفوا في داك الشيء، أب فاشل، أم متحمّلة المسؤولية كتدبر وملي كيولي الطلاق تاني ما كتكونش ديك الرعاية ديال الأب كيوليو خصنا كانوا الدراري ولاد، كيخرجوا على السيطرة. لأن الأب ضروري يكون الأب في الأسرة، الأب الدور ديالو ما تقدرش ديرو الأم، ما يمكنش، الأب كيكون صارم، عرفتي غير الدخلة ديال الدار ناري بابا جا ناري، اللي واقف ينوض واللي يجلس اللي كيدير شي فضيحة يسكت ناري ناري الوالد جا، الأب عندو هيبة، الأم واخا تكون قاصحة الدراري كيطلعوا ليها فوق راسها ما كتقدرش تكونطروليهم. اختي فكري مليون مرة قبل ما تزوجي، الزواج ديال الدل ما عندك ما ديري به، يا تزوجي زواج مقود يا اختي بقاي ناعسة في داركم واكلة شاربة ناعسة، أما باش تقولي تزوج غير باش ما نتسماش أنا بايرة اختي تسماي بايرة، ومن بعد تا واحد ما شغلو فيك، تا واحد ما كيصير عليك، عندك والديك الله يخليهم ليك، تا وكان تلقاي اللي عجبك نتيا واللي سلكك عاد خودي، سينو بقاي ناعسة في داركم. اللهم هكا ولا تولي جالسة واخدة واحد خدامة عليه
ولا تولي في الاخر مطلقه بجوج وثلاثه وعاونوني في الجروب وانا ما عنديش باش نخلص كرا وانا ما عنديش باش نوكل ولادي وعافاكم الا اعطوني الحوايج اللي ما لاقيش باش نلبس ولادي. واش هذه الحياه اللي كطمحي فيها نتيا؟ هذه الحياه اللي انت باغيه تولي عايشه الاعانات جالسه كطلبي في سميتو عاونوني ولا في الاخر تبقى راسك كتشطحي في التيك توك. عاد تولي خارجه ليها نيشان. واش عرفتوا شحال ديال العيالات هكا بسبب الفقر والزواج الفاشل ما خداماش وما قراش كتخرج للزنقه مسكينه كتخرج للشارع كتقول لك انا المجتمع ظلمني وانا الراجل ظلمني وانا لا. غادي نقول لك اختي انت اللي ظلمتي راسك حيت انت اختاريتي النهار الاول غلط اختاريتي راجل اللي ما صالحش. بغيف البنات سمحوا لي انا هذا الموضوع دويت عليه بحرقه لانني انا كنشوف البنات كيضيعوا كنشوف عيالات والله الا كنجلس معاهم هكا كيقول لي اختي صفاء ضيعنا ريوسنا. حنا عرفناه نهار الاول ما عندوش وعرفناه ما عندوش لا سكنه ولا والو قلنا ليه ماشي مشكل انا نتعاون معاك انت خدم خلص الكرا وانا نخدم ندير وانا عارفه نهار خدام ونهار ما خدامش. ايوا وانت عارفه هادشي كامل علاش خديتيه؟ ما كنتش عارفه والعشره كتبين. لا اللي عنده عقل هادشي كيبان من الاول. اللي خدام نهار ويومين ثلاثه جالس ما بون ما غاديش ندوي على الناس ديال البحر هادوك حاجه اخرى. حيت كاين بزاف الناس باش لأن هنا عندنا في بوجدور بزاف الناس كيكونوا خدامين بحريه وعندي نيت انايا الناس من لا فامي في البحر هذاك الناس اللي عندهم عقل وعندهم تخطيط راه كيدخلوا تبارك الله نهار كيدخلوا راه كيدخلوا زبابل ديال الفلوس يعني وكيديروا بحساب كيصرفوا شويه وكيخزنوا بشويه على حسب ما كتكون الموفيطه ملي كيكون البحر هايج وما كتكونش الخدمه. ما كندويش على هاد الفئة، أنا كندوي على الناس اللي كيبريكوليو وباقي دري جون وباقي طيش ما جامعش عقلو وعاد دري كيبان له دري بوغوس ولا كتشوف راسها مثلًا ما عمر شي واحد مدوي فيها، ما عمر شي واحد مخطبها، فنهار شي واحد كيدوي فيها ولا مسكين الدري كطير من الفرحة، كيتحركوا دوك المشاعر واحد بغاني إذا أنايا هادي صافي كتولي طايرة باغا تزوج. الزواج راه ماشي داكشي ديال الأفلام ديال الزواج كطيح داك الستارة وصافي النهاية سعيدة لأ. أنا ديك الزواج كتبان هي البداية ديال الحياة ديالك، واش غتنجحي ولا غتفشلي، وإلا اختاريتي غلط كوني أكيدة راه ما غتكمليش. راه قال لك مثل واحد غادي بالحمار وطاح بنص الطريق وقالوا له ماك دغيا طحتي قال لهم راني جاي راكب من الأول مايل عوج يعني كان عارف راسو بأنه أي لحظة في الطريق غادي يطيح قبل ما يوصل. هي ديالتك نتيا انت اختاريتي في الاول غلط فما تنتظريش ان واحد المعجزه تقول ربي الرزاق بلا ما ندوي على هذوك اللي كيولدوا طاشمه ديال الدراري هادوك بعدا بوحدهم حريرتهم حريره. انا راه كنستغرب من وحده واخده واحد ما خدامش او خدام مثلا واحد الخدمه قليله بزاف ووالده سته غير قولي لي هاد السته عبط الله كي درتي اليوم هاد السته كيفاش غتكسيهم في العيد كيفاش غتشري لهم كتب في الدخول المدرسي كيفاش غادي توجدي لهم فطور وغدا وكاس كروط وعشاء يوميا كي غديري تتولدي انت حامله وكتربي ومركبه كيديري راه خاصك تكوني عندك القوه ديال الهرقل باش تقدري انا ما فهمتش اختي ما شاء الله عندك الصحه اختي باش تولدي وباش اختي ولدي جوج ثلاثه وقدي عليهم قدي خدمي وصرفي عليهم وكبريهم ولكن باش تولدي طاشمه ديال الدراري وانت ما عندكش راجلك ما عندوش والتسول تمشي قدام البنك يوقفوا عليك 4 هازين الدراري عاونينا تمشي عند مول الزريعه يوقفوا عليك 4 عافاك عاونيني توقفي في المخبزه يوقفوا عليك 4 مركبين وجارين الدراري ها حنا كندويو عليه. انت واش كتولدي في الدراري باش تخرجي تطلبي بيهم واش هذاك الدراري ما غتحاسبيش عليه غدا يوم القيامه هذاك الدري هذاك الطفل نهار غادي يكبر ما غاديش يحس بالحق راه امك كطلب بيه في الزناقي ما غاديش واحد النهار غيلومك هو كان الوالده علاش تعديتي عليا ولدتي له خارجه تطلبي بيا وتسعي بيا في الزناقي. اتقوا الله في ريوسكم وفي وليداتكم وطمحوا انكم تعيشوا حياه زوينه. لقيتي ولد الناس مرحبا اللي غيقد بيك ما لقيتيش تري جلسي في داركم. هذا ما كاين. الا كانت كاينه الا شي موضوع محدد بغيتوني ندوي عليه في الفيديوهات الجايين ولا شي حاجه خلوا لي في كومونتير. يلا الى اللقاء.